هل هذا إنسان عاقل من يضيع وقته يضيع صلاته علاش باش يشوف الناس تجري وراء جلد منفوخ وبعدها يجعل حزنه وسعادته مربوطة بماذا؟ مربوطة بالجلد المنفوخ إذا دخل في شباك الفريق الآخر. عباك لو فككنا هذا وحللناه لوجدنا أن من يفرح لهذا ويحزن لعكس هذا مجنون، لازم يعالج عند طبيب نفسي. مفهوم؟ تخيل أنه زيادة على هذا يضيع الفرائض، يضيع الواجبات. هناك من يضيع أبنائه وزوجته على جل هذا الأمر هذا. هناك من يعادي زوجته إذا خسر الفريق هذاك. هل هذا إنسان عاقل؟ هناك من يسب الدين إن خسر فريقه. هل هذا عاقل؟ هل هذا رجل يعتمد عليه ويقول أنه رجل حقا؟ أكيد لا. ولهذا يا إخوان نراجع أنفسنا. كن أنت رياضيا، مارس أنت الرياضة، شيء جميل جدا، لكن إياك أن يضيع لك ناس يجرون وراء جلد منفوخ ويأخذون الأموال فيضيعون وقتك ويضيعون لك الفرائض. وش قال ربي يوم القيامة؟ يا ربي نحب هذاك الفريق، احنا مولودية، احنا اللي يسمح عليك ناسيونال في القلب، دينك اللي يكون في القلب، حب الله عز وجل، حب رسول الله. وبعد تلقى سبحان الله، تلقى في الشارع سبحان الله يستهزأ بالله برسول الله وحد ما يهضر. لو كنت تستهزأ بالفريق ديالو يشعل، تقول تكلمت له على أكثر من والديه. سبحان الله، من أعطانا هذا المعيار؟ هذا معيار الكفار، معيار الماديين. احنا معيارنا أرقى، معيار رسول الله، معيار الله عز وجل. هو من يحسن ويقبح، هو من يعطي للأمور الأهمية. فأحب بشر إلينا هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو من يعطينا المعايير. ولا يؤمن أحدنا حتى يكون رسول الله أحب إليه من نفسه ووالده وولده. عجيب. فالإنسان يراجع نفسه ويعاود يسقم المعيار هذا. السلام عليكم.